محدش بيصدقني لما بقول إن جوزي هو اللي عرض عليا العرض ده. جوزي بيقولي روحي انبسطي مع حد تاني غيري وسيبيني في حالي، وكل ده علشان مش عايز يتعالج. مستحيل كنت أتخيل إن أنا أعمل حاجة زي اللي أنا عملتها دي، بس أنا حاسة إن هو السبب في كل اللي أنا وصلتله. والنهاردة بقى أنا جاية عشان أحكيلكم حكايتي وتقولولي مين فينا الصح ومين فينا الغلط. أنا مش عارفة بجد أعمل إيه وأتصرف إزاي. أهلا بيكم معايا في حكاية وقصة جديدة. صاحبة قصة النهاردة بتقول: أنا اسمي إيمان، أهلي ناس بسيطة جدا وعلى قد حالهم. عندي اخوات بنات 2 غيري. بابا موظف بس على قد حاله، يعني مش من الموظفين التقال ولا حاجة. حياتنا كلها بسيطة قوي قوي. كل هم أمي وأبويا إن هم يجوزونا ويفرحوا بينا، وطبعا ده علشان أهم حاجة بالنسبة لهم السترة للبنت. فأنا طبعا يا دوبك خدت الدبلوم وقررت إن أنا أشتغل علشان أساعد بابا. بس بابا كان بيخاف عليا قوي، ولما لقاني عايزة أشتغل علشان أساعده قال لي: لا يا حبيبتي، احنا مش للدرجة دي يعني. أنا مش عايزك تشيلي هم أي حاجة. أنا من أول ما خلفتكم وانتوا لسه صغيرين وأنا بعمل حساب اليوم اللي الواحدة فيكم هتتجوز فيه، وعامل حسابي على كل حاجة. واحنا مش هنعمل زي غيرنا، ويا دوب هنجيب الحاجات اللي احنا محتاجينها وبس. أنا بقى كنت إنسانة رومانسية قوي، وبحب الأفلام والمسلسلات الرومانسية، وبعشق القصص والروايات. علشان كده كنت مستنية حياة شبه دي، الحياة اللي أنا بعشقها في القصص والروايات. مخ عيال بقى، تقولوا إيه. كانت دايما ماما تتريق عليا وتقولي: يا حبيبتي، الحاجات دي في الأفلام والمسلسلات بس. أنا بقى كنت واثقة إن أنا ممكن ألاقي الحاجة دي على أرض الواقع. ماما كانت معلماني كل حاجة في البيت، وحياتي كلها كنت مكرساها للقصص والرومانسية والأفلام والحاجات دي. طبعا عمايل البيت اللي هي الأكل والشرب والتنظيف والغسيل والذي منه، لحد أما كملت 21 سنة. وأنا كل شوية مستنية العريس اللي هيجيلي، وأقعد أتخيل سيناريوهات كتير جدا في دماغي: إزاي هنتقابل، أو هيعرفني إزاي. لكن مفيش أي حاجة من أحلامي اتحققت، لحد ما كملت 21 سنة وجالي كريم. كريم بقى هو الوحيد اللي جه مناسب. كل اللي جالي قبل منه، يعني جالي قبل منه ناس كتير جدا، لكن كانت ظروفهم المادية مش كويسة. وهو كان أهم حاجة بالنسبة له إن أنا أتجوز واحد عنده شقة تمليك وبس كده. مش مهم الشقة دي شكلها ايه ولا قد ايه، ولا حتى ظروفه هو بعد كده هتبقى عاملة ازاي. أهم حاجة ما اقعدش في شقة إيجار. وأنا كل ما يجيلي حد وأحس خلاص إن حلمي هيتحقق، ألاقي عنده شقة إيجار. لحد أما جالي كريم، وكان على السمع الواحدة جارتي يعني وحبيبتي إن هي محتاجة بنت تكون في حالها، وتكون ناس بسيطة على قد حالهم. أهم حاجة يكونوا محترمين، وبنت ملهاش تجارب. وأنا فعلا ما كانش ليا أي تجارب خالص. أول لما سمعت إن جاي عريس بقيت فرحانة قوي، وقعدت أتخيل كل السيناريوهات اللي في دماغي، وخصوصا لما عرفت إن العريس ده ظروفه المادية كويسة وعنده شقة تمليك. وشفت صورته، لأن بابا كان بيحاول يعرف عنه كل حاجة قبل ما يفتح البيت ويستقبل. والصراحة حسيت إن فيه هيبة، وطلته جميلة أوي، طول بعرض، وعنده 30 سنة، أكبر مني ب9 سنين، وظروفه المادية كويسة، وبيشتغل وموظف، وكان جاهز من كله. وبابا لما سأل عليه ما سمعش غير كل خير وكل حاجة كويسة. الحاجات دي خلتني خلاص اتهيأت للحظة دي، لحد ما جت اللحظة بقى الحاسمة اللي كنت مستنياها. وفعلا كريم جه واتقابلنا وسط الأهل. لكن الغريب بقى إن وسط القعدة كده زي ما احنا قاعدين قال لي: عجبتيني، تمام، يلا نتوكل بقى على الله ونقرا الفاتحة. من غير ما يفكر، من غير ما يقعد معايا، ولا حتى يبصلي بصة إعجاب واحدة، ولا ابتسامة، ولا أي حاجة خالص. فأنا ساعتها لما لقيته خلاص الفاتحة اتقرت، رحت قايمة كده مرة واحدة ورحت داخلة الأوضة. ماما حست إن في حاجة وجت ورايا،
فقلت لها ايه ده يا ماما، كريم حتى ما فكرش يقعد معايا ولا يشوفني ولا يبصلي حتى بصة، مش غريبة دي يا ماما؟ قالت لي في ايه؟ انت عايزة ايه بس يا بنتي؟ الراجل محترم وكويس وابن ناس، واهم حاجة ان هو سمعته كويسة وجاهز من كله. ايه اللي انت بتتكلمي فيه ده؟ هو مش عاجبك؟ قلت لها لا يا ماما عاجبني، بس انا عايزة اقعد معاه الاول، عايزة احس ان هو معجب بيا، ان انا عاجباه، ان هو شاريني. انا ماليش دعوة بحكاية ان هو جاهز من مجاميعه والكلام ده كله. قالت لي يا حبيبتي حرام عليكي، الكلام ده هيجي بعد الجواز، اهدي على نفسك شوية. وخدتني بقى تريقة واستلمتني هتك ضحك ومسخرة عليا. كل ده علشان بقول لها ان انا عايزة احس الاحساس بتاع المخطوبين، عايزة احس ان هو معجب بيا، ان هو عايزني. قالت لي امال جاي يخطبك ليه بس يا بنتي؟ المهم خلاص، زي ما ماما ما قالت قروا الفاتحة وعدت فترة الخطوبة بسرعة جدا. انا ما حسيتش بيها كام شهر، لقيت نفسي هو متجوزة من غير اي كلمة حلوة ولا نظرة اهتمام ولا رومانسية ولا اي حاجة، حرفيا من اللي انا كنت بستناها ابدا. قلت معقول؟ بس قلت يلا، هفضل فاكرة كلمة ماما كل ده هيحصل بعد الجواز، وما تستعجليش لحد ما جه يوم الفرح. وفي يوم وليلة لقيت نفسي متجوزة خلاص. انا اتخضيت وخفت قوي. اليوم ده كنت مستنياه ان انا على الاقل في اليوم ده اعيش الرومانسية بقى اللي انا كنت بحلم بيها طول الفترة اللي فاتت، بس برضه ما حصلش للأسف. كريم راجل جد جدا وبارد جدا وعملي، بس لكن انا عكسه بالظبط. حاولت يعني اخلي اليوم ده مميز بالنسبة لي انا وهو، بس ما حصلش برضه. كنت نفسي ان انا ياخدني بالراحة وبتفاهم ويقول لي كلمتين حلوين، لكن احنا دخلنا بسرعة، بس كده الموضوع كان تقليدي جدا وكل حاجة حصلت في ثواني. والغريب بقى ان خلال الاسبوعين الاولانيين من الجواز كنت حاسة ان انا قاعدة كده، قاعدة عادية جدا. يعني كنت بصحى من النوم مستنية شوية هزار، كلام، اي حاجة. لكن كريم كان يصحى من النوم يفطر زي ما الناس ما بتفطر عادي الصبح كده، ويقعد يتفرج على التلفزيون ويقعد يتابع الأخبار. بسرعة يجي الليل وساعة لما ننام يحصل الموضوع ده بكل هدوء، بكل بساطة، بكل تقليدية. مفيش أي حاجة غريبة، مش حاسة إن أنا متجوزة جديد، مش حاسة بأي حاجة من اللي أنا كنت مستنياها. كل حاجة كانت بتعدي في صمت، حتى أجمل اللحظات اللي أنا كنت بتكلم عنها. بس عن العلاقة دي أنا كنت بتكلم على كل حاجة. كريم عمره ما قعد واتكلم معايا ولا قالي على أحلام ولا عرفني بجد، يعني علاقة سطحية بين اتنين متجوزين. طب ازاي فضلت مستنية بقى اليوم اللي هيحصل زي ما أمي قالت لي كل حاجة هتحصل بس بعد الجواز؟ كريم نزل الشغل وبقيت كل يوم أتزين واستناه بكل حرارة، ألاقي منه كل برود. كان كأن مفيش أي حاجة، يعني أقعد أتكلم معاه، أنت عملت إيه في الشغل النهاردة؟ أنت وحشتني. ألاقي كلامه بكل رزانة، مفيش أي حاجة بتخليه يتكلم معايا مهما عملت ومهما فكرت. ولما بشتكيله يعني إن أنا عايزاك تهتم بيا أكتر، يعني المفروض إن إحنا لسه عرسان، يقولي سيب الكلام ده للعيال الصغيرة، ده شغل مراهقين. كلام أنا ما كنتش منتظراه أبدا إن هو يكون في يعني في شريك حياتي. ساعتها بصراحة أنا ندمت إن أنا مفكرتش أكتر من مرة قبل العلاقة دي. كان لازم أعرف كريم كويس قبل الجواز. لو ما هواش بيبقى مختلف عني كده وبالشكل ده، يبقى أكيد الجوازة دي هتفشل. الجواز مش مجرد راجل وست، دي علاقة وعشرة بتفضل طول العمر، اختيار مهم جدا. وأنا مركزتش لما جيت أختار كريم، وللأسف أنا دلوقتي بدفع تمن سكوتي أو اختياري أو موافقتي على الجوازة دي. في خلال 6 سنين كنت خلاص عودت نفسي على كل أسلوبه وحياته. عودت نفسي إن أنا مهتمش بأي مشاعر ولا أكون مستنية منه أي حاجة. هو زوج مثالي، أي حاجة بعوزها بيجيبها لي قبل حتى ما تنطلب منه.
جبت ولد وبنت، وبجد مش بيخليهم ولا مخليني محتاجين اي حاجة. حنون جدا على الولاد وبيحبهم، وبحس بمشاعره ناحيتهم، لكن ناحيتي انا لا. وبعد ما خلاص رضيت بحياتي كده وقلت مش مهم، بعد 6 سنين جواز بالظبط كريم تقريبا هجر السرير، بقينا عايشين زي الاخوات. الموضوع ساعتها بقى ممل قوي. دي تقريبا الحاجة اللي بتجمع ما بيننا. انتم متخيلين 2 متجوزين مفيش حاجة خالص بتجمعهم الا الحاجة دي، وبتتعمل بكل برود. وكنت راضية، ولكن وقتها حسيت ان في حاجة غلط. حسيت ان انا لازم اتصرف على الاقل علشان احافظ على الشوية اللي بينهم. قعدت واتكلمت معاه: مالك انت صحتك فيها حاجة؟ يقول لي لا انا كويس جدا. طب مالك في ايه؟ يقول لي انت دايما سطحية كده وبتفكري في الحاجات الغريبة دي يا ست انتي. ايه المشكلة؟ ايه يعني اللي هيحصل لما نعيش كده مع بعض من غير حاجة؟ لما يجي وقتها يا راجل، بتعدي بالشهر والاتنين والتلاتة ومفيش اي حاجة خالص. ساعتها دخلت على اليوتيوب اعمل سيرش، اشوف الستات بتعمل ايه علشان تغري رجالتها. عملت دراسات وحاجات كتير علشان احاول اجاور الراجل ده او اجره ليا، رغم ان انا شايفة نفسي حلوة. بس للأسف هو مشاعره مش بتتحرك ناحيتي. معرفش ده لأنه هو مش بيحبني ولا علشان ايه بالظبط. بصراحة ما بقتش فاهمة. المهم لما خلاص فقدت الأمل فيه وبعمل له كل حاجة، والراجل مفيش مشاعر خالص ناحيتي نهائي. حاسة بجد ان هو حجر. الموضوع ده حرجني جدا على فكرة، ومش هيعدي بالسهل على اي واحدة ست ان هي تحس ان هي ملهاش اي قيمة عند جوزها. ساعتها رحت للصيدلية واتكلمت معاه بكل صراحة، وكانت صيدلية واحدة ست طبعا علشان اعرف اتكلم معاها ساعتها. وقالت لي ان يستحسن ان جوزي يروح يكشف، وفي شوية منشطات وحاجات كده بتتاخد ساعات يعني طبيعية ممكن تجيب مفعول معاه. قلت لها طيب انا هعمل كده ازاي وهو شايف ان الموضوع ده عادي بالنسبة له؟ المهم الست دي ساعدتني وقدرت فعلا ان انا اجيب حبوب منشطة، ولكن طبعا بطريقة مش صح. المهم كان كل هدفي ان انا ارجع جوزي ليا، ولو اي حاجة. بس لما رحت بكل بساطة اتزينت وظبطت نفسي وقعدت جنبه، لقيته طبعا هو مهتم. رحت مطلعه له البتاعة دي بكل صراحة، ولا حبيت اديها له من وراه ولا احطها له في عصير ولا في اكل. كنت مفكرة ان هو هيعمل حاجة علشان يعني هو كمان علشان نحافظ على بيتنا. بس اتفاجئت لما جيت اديله الحاجة دي وفهمته ان انا جايباها علشان خاطر كده، لقيته بيزعق لي وبيزهق وبيهزقني: وده حرام وده معرفش ايه، انا مش هاخد الكلام ده، انت عبيطة ولا ايه، انت اتجننتي، انت جبتي البتاع ده ازاي اصلا، ده انا عمري ما افكر اعمل كده. قلت له لا، ما هوش حرام ولا حاجة. قال لي لا ده حرام، استخدامه حرام، وبعدين انت عايزة تموتيني، انا اخاف على صحتي. قلت له انت مش عايز تعمل اي حاجة علشان نبقى مع بعض، ازاي كده؟ وبعدين اتنرفزت عليه وقلت له بقول لك ايه، انا عايزة اتطلق. قال لي لا انا ما بطلقش. قلت له يعني ايه؟ انت عايش معايا بنعمل ايه؟ لا كلام ولا تفاهم ولا حتى معاشرة ولا اي حاجة خالص بيني وبينك. قال لي انت تنكري ان انا مش مخليكي عايزة حاجة؟ قلت له هو مش كل حاجة في الجواز كده. انا عايزة احس ان انت جوزي حبيبي، ان انت بتحبني، ان انا بحبك، ان انت بتغير عليا او انت بتخاف عليا. عايزة احس ان انت عايز ترضيني. مفيش اي حاجة من ناحيتك ليا خالص كده تقدر تعملها لي. قال لي علشان خاطري خلينا نربي ولادنا، وخلينا نربيهم في امان، وبلاش مشاكل وبلاش وجع دماغ، وشيلي فكرة الطلاق دي من دماغك خالص. قلت له طب علشان خاطري حاول تعمل اي حاجة علشاني. راح قايل لي بالمختصر المفيد: انا كده ومش هتغير، وعجبني نفسي. عاجبك مش عاجبك خليكي مع نفسك، بس اهم حاجة تسيبيني في حالي. بصراحة ساعتها انا كان محدش متخيل النار اللي في قلبي. فحاولت ان انا اخليه يغير زي اي راجل من الرجالة.
قلت له: كريم، هو انت هتعمل ايه لو انا فكرت اشوف سعادتي بره؟ يعني لما تبقى واحدة عايشة مع جوزها محرومة، تفتكر هتعمل ايه؟ قال لي: اعملي اللي انت تعمليه، اعملي اللي انت عاوزة تعمليه، بس ارجوكي سيبيني في حالي، سيبيني يا ستي، انا مبسوط كده، انا عايزة اعيش كده. قلت له: انت فاهم معنى كلامك ايه؟ قال لي: اه، مش فارق معايا اي حاجة في الدنيا غير ان انت تسيبيني في حالي ونعيش مع بعض وخلاص، علشان نربي العيال دي. قلت له: يعني انت مش فارق معاك ان انا ابقى مع حد تاني غيرك؟ اهم حاجة ما نتطلقش وشكلك قدام الناس ونربي العيال. قال لي: اه يا ستي، لو ده هيريحك سيبيني في حالي، اهم حاجة ان انتي تحلي عن نفوخي. انا مش فاهمة ده ايه بالظبط؟ في راجل في الدنيا يقول كده لمراته؟ كلامه صدمني وهزني وكسرني ووجعني قوي من وقت ما اتجوزنا وانا بعاني معاه، بس اللحظة دي غير اي لحظة تانية عدت عليا قبل كده. كلامه حسسني بجد ان انا ولا حاجة، ولا حاجة بالنسبة له. كان ليا جروبات كتير انا مشتركة فيها على النت، خصوصا لما كنت بدور على السعادة الزوجية والحاجات دي. معظم الجروبات دي بتكون مغلقة. دخلت وكتبت بوست وانا في قمة زعلي، كتبت: انا وجوزي بيقولي سيبيني وروحي في حالك، شوفي اي حد تاني يبسطك ويساعدك، اهم حاجة تحلي على نفوخي. معقولة يا جماعة في راجل كده؟ ازاي مش بيغير عليا؟ ازاي ما عندوش نخوة ولا رجولة؟ كتبت البوست ده وقفلت النت، وفضلت أعيط لحد ما نمت وصحيت تاني يوم. أول ما عملت اللي ورايا بسرعة وفتحت موبايلي كالعادة وفتحت النت فيه، لقيت كمية رسايل جايالي من ناس كتيرة جدا، وأكيد طبعا انتوا فاهمين معظمهم رجالة، داخلين يصطادوا في المية العكرة، شايفين واحدة بتشتكي من جوزها بحرقة. كنت بجد منهارة وكتبت كل المشكلة بتاعتي من غير أي إحراج ولا أي كسوف. كل الرسايل اللي جاتلي عديتها عادي ما عدا رسالة واحدة بس، كان اسمه محمود. حسيت ان رسالته لمستني قوي. كان كاتبلي: جوزك ده ما يستاهلكيش، نظرة واحدة من عينيكي وانا دمعة، انا متأكد ان انتي دلوقتي مجروحة، وعارف كمان كنت نفسك في ايه، كنت مستنية ان هو ياخدك في حضنه ويدويكي ويريحك، تحس حتى ان هو يعني مهتم بيكي، لكن ده رده غريب قوي. ايه الراجل ده؟ كلمة راجل حتى دي والله العظيم خسارة فيه. ازاي عايشة معاه؟ ازاي مش غيران عليكي؟ ده ما عندوش نخوة والله، لازم تسيبيه النهاردة قبل بكرة. فتحتها وقعدت ارد عليها كأني اعرفه من زمان. حكيت له كل حاجة في حياتي مع جوزي بالتفصيل الممل. كان بيسمعني وكان بيرد عليا رسالة برسالة وما كانش بيطلع من الشات. لقيت نفسي اليوم كله عدى وانا قاعدة بتكلم معاه زي ما اكون ما صدقت ان الاقي حد اتكلم معاه. مش عايزة اقفل برضه عليه في كل حاجة وبتكلم معاه في اي شيء، وهو كمان بيرد عليا كأنه يعرفني من زمان. حسيت بإحساس غريب، متعة ولذة، ولو كانت حرام. وقتها انا ما كنتش مدركة اي حاجة، كنت عايزة احس ان انا ست، كنت عايزة احس ان انا مرغوب فيا، او كنت محتاجة حد يحسسني بوجودي على الاقل، ان انا ليا لازمة في الدنيا دي، ان انا مهمة عنده حتى ولو كان بالكذب. وده لقيته في محمود في كل كلمة بيقولها لي. كلامي مع محمود قواني اكتر على جوزي، خلاني بكره جوزي وبحقد عليه، خلاني عندي جرأة ان انا اعمل حاجات ما كنتش ممكن اتخيل نفسي فيها رغم اللي عمله فيا. بس انا حتى لما كلمت محمود ما كانش في دماغي ان انا اخون جوزي او اعمل اي حاجة غلط، انا بس كنت عايزة اطلع اللي جوايا وكنت متضايقة جدا منه وزهقانة. محمود اداني قوة غريبة، فضل يقولي ان انتي معلكيش ملامة في اي حاجة بتعمليها، اي حاجة تعمليها غلط جوزك هو اللي هيشيل الذنب ده، لانه ما عندوش نخوة ولا رجولة. راجل تاني يا اما يحاول يعمل اي حاجة علشانك، يا اما يسيبك يا ستي تتجوزي وتعيشي حياتك وتعيشي المتعة اللي انتي محرومة منها. لكن ده شخص اناني ما بيفكرش الا في نفسه وبس كده، عايز يعيش قدام الناس متجوز علشان يستر على نفسه من الفضايح. واحد زي ده يستاهل الخيانة.
كلام محمود بدأ يلعب في دماغي، بس فضلت محافظة على هدوئي وقررت إن أنا هحاول معاه محاولة أخيرة. اليوم ده لبست واتزينت، بس خفت أحطله أي حاجة من البرشام اللي أنا جبته ده لا يحصل له حاجة. كنت مرعوبة بصراحة. استنيته لما يجي وقعد جنبي علشان أتكلم معاه، وحضنته وقلت له أنت وحشني وأنا عايزاك تبقى معايا، يعني حاول على الأقل عشان خاطري، ويا سيدي من غير برشام ولا أي حاجة أهو. اقعد طيب اتكلم معايا شوية، قولي حتى كلمة حلوة. لقيته منفعل عليا وبيقولي بقولك ايه، انا مش عايز وجع دماغ يا ستي، انتي ما بتريحيش نفسك ليه؟ انا ريحتك وجبتلك من الاخر وقلتلك اللي انت عايزاه اعمليه، بس بعيد عني. عايزة مني حاجة تاني؟ كفاياكي بقى كده، كفاياكي وجع دماغ وقرف، ملكيش دعوة بيا، انا مبسوط ومرتاح كده. ساعتها قلت له مش معقولة الراجل ده يعني بيهزر بيتكلم بجد ولا ايه؟ اتواصلت انا ومحمود واترميت في حضنه وفضلت اقول له كل اللي جوايا. قلت له ان انا خلاص هنهار، انا محتاجة فعلا احس ان انا واحدة ست. وطبعا هو كمان قال لي كلام كتير قوي خلاني بتمنى اشوفه النهاردة قبل بكرة، لدرجة ان انا بعدها بيومين اتنين بس، بعد ما كنت بحاول ان انا اطلع كل حاجة وحشة من دماغي، بس خلاص يعني كلامي مع محمود خلى الشيطان يتملك مني. ساعتها اتصلت عليه وحسيت ان انا متساهلة في كل حاجة، وقلت له ان انا عايزاه يجيلي، بس هو خاف. قال ازاي انت اتجننتي؟ انا ما اقدرش اجيلك حتى ولو جوزك هو اللي قايلك الكلام ده، بس اكيد يعني لو شاف راجل عندك مش هيسكت. قلت له انا نفسي احطه في الموقف ده، نفسي اعرف هو هيعمل ايه. قال لي لا ما توصلش للدرجة دي، بس انت لو فعلا عايزة تشوفيني انا عندي حل تاني. قلت له حل ايه؟ انا عارفة ان انت ما عندكش مكان خاص بيك، هنتقابل ازاي؟ قال لي ما تشغليش بالك انتي، بس لو عندك استعداد تسمعي كلامي. قلت له اسمع كلامك، انا كنت مستبيعة وكنت عايزة اشوفه، كأن لما هشوفه هنتقم من جوزي، ولو قعدت معاه ما كنتش عارفة ان انا ممكن اوصل لايه، بس كل اللي كنت عارفاه وقتها ان انا عايزة انتقم لنفسي وعايزة ارتاح وعايزة احس ان انا شفيت غليلي من كريم. راح قايل لي بصي، احنا هنتقابل بعد العشاء، تعرفي تطلعي؟ وقلت له اه طبعا اعرف. واليوم ده اخدتها تحدي بقى. اول ما جه جوزي من الشغل، طبعا انتم عارفين ان هو موظف، عملت له الاكل وكلنا وشربنا وانبسطنا، ولقيته بيقول لي ان انا داخل انام شويه كالعاده. وقفت قدامه بكل ثقه وبصيت له بصه مش عارفه هو فهمها ولا لا، وقلت له ان انا عايزه امشي النهارده بعد العشاء علشان عايزه اروح مشوار ضروري. فلقيته بيقول لي مفيش مشكله، اصبري لما اصحى علشان اقعد مع العيال وبقى امشي براحتك. قلت له لا مش عايزه، تعرف ان انا رايحه، مش عايز تعرف ان انا رايحه فين؟ قال لي لا عادي براحتك، يعني انت فين وفين لما بتقولي انا ماشيه، وما بتمشيش كتير، لما تيجي تطلبي هقولك رايحه فين. قلت له ياه، ده فعلا انت راجل قوي. ده الراجل المحترم اللي جوزوني ليه علشان خاطر سمعته اللي زي الفل. حسيت ان انا لازم اقابل محمود فعلا، وحسيت واستنيت لما صحي من النوم ولبست واتزينت واتبرفنت، وكان باين عليا قوي ان انا في حاجة رايحة اعملها، ان انا ما كنتش بداري مشاعري ولا بتعامل بطريقة معينة، كنت بتعامل عادي جدا وكأني عايزاه ياخد باله او يجي يسألني انت رايحة فين او بتعملي ايه. لكن جوزي ما سألنيش، كان بارد وهادي جدا. صح قعد مع الولاد عادي جدا وما قاليش انت هتيجي امتى ولا اي حاجة خالص. وانا نزلت، وصلت ساعتها لمحمود وشفته لأول مرة على الحقيقة والطبيعة. أول لما اتقابلنا قعدنا في كافيه ولقيته بيقول لي إن أنا على الحقيقة أحلى بكتير من الفيديو والصور وكل الكلام ده. وطبعا ده كلام أي واحد هيقوله لواحدة رايح يقابلها. سألني عملتي ايه مع جوزك ونزلت ازاي؟ قلت له على اللي حصل. قال لي ايه ده مستبيع قوي، ده باين عليه فعلا مش فارق معاه.
صدقيني نفسي اشوفه. قلت له يمكن تشوفه قريب من عالم. قعدت معاه شوية واتكلمنا في حاجات كتير. النظرات والكلام خليني مش قادرة ومش قادرين احنا الاتنين ان احنا نقعد اصلا. وساعتها قال لي يلا بينا. قلت له هتاخدني على فين؟ قال لي على مكان محدش هيحس بينا فيه نهائي. نسيت اقول لكم ان هو كان طالب مني حاجة اجيبها معايا، وكانت ملاية. ما كنتش عارفة هو طالبها ليه. فكرت عنده مكان فاضي هنقعد يعني نقعد فيه، بس ما كنتش عارفة ان هو هياخدني المكان ده. المقابر. المقابر اللي الناس بتروح علشان تطهر نفسها. كنت رايحة علشان اتبسط فيها مع راجل، وما فكرتش مرتين تلاتة حتى في الموضوع. اول ما قال لي كده وكأني مستسلمة في كل شيء، كأني مش عايزة اوقف نفسي على اللي انا هعمله النهاردة عشان انتقم من كريم. ولقيت نفسي بقول له مفيش مشكلة. قال لي قلبك جامد. قلت له طالما انت معايا خلاص. وخدني فعلا ورحنا هناك وفرشنا البتاع على الارض، وقال لي كلام كتير مش مناسب مع المكان اصلا. وحصل اللي حصل، بس اللي انا ما كنتش متخيلاه في عز اللي احنا فيه ده وفي عز اللحظات دي الاقي راجل واقف قدامي حارس المقابر. في الوضع اللي انا فيه ده موقف بتمنهوش لاي حد في الدنيا. ساعتها الدم نشف في عروقي. عارفين لو كان جوزي اللي شافني ما كنتش هخاف ولا هتضايق، لكن لما الراجل ده شافني انا حسيت ان انا اتعريت قدام الدنيا كلها. وقفت فجأة كده ولقيته بيقولي استري نفسك يا ست انتي، استري نفسك. ومحمود واقف عادي جدا كأن مفيش اي حاجة. ولقيت الراجل عمال يهزقنا وقال لنا كل الكلام اللي في الدنيا. حد يجي المكان ده يعمل كده؟ يا جماعة تقولوا حرام حرام عليكي يا بنتي نفسك، حسبي الله ونعم الوكيل. ليه كده؟ بس ليه كده؟ وخلاص الراجل كان بيصورنا وكان هيسلمنا، ولقيت الراجل واقف عمال يستغفر ربنا لمجرد ان هو بس شافني بالمنظر ده. وواقف عمال يستغفر لمجرد ان هو لقاني في حالة شبه كده. وبعدين سكت شوية وقال لي انا عندي بنات ربنا يسترها على ولايانا، ربنا يسترها عليكي، ربنا يسترها على ولايانا. وانا واقفة وساكتة وعندي برود غريب بعد ما كنت فعلا ميتة في جلدي. وجالي شعور ان انا عايزة اقوله على مصيبتي في جوزي، وان جوزي هو اللي وصلني للحتة دي. بقيت عايزة اقوله انت شايفني وحشة؟ ده انا جوزي هو اللي خلاني عاملة كده، ده جوزي هو السبب. رحت واقفة بكل عين قوية وقلت له على فكرة انا جوزي عارف ان انا هنا. قال لي اعوذ بالله، كمان متجوزة وفرحانة بنفسك قوي وبتتباهي؟ طب اتعظي، طب اعملي حساب لليوم اللي زي ده اللي انت تبقي مكان الناس اللي هنا. طب اعملي حساب لليوم اللي انت هتبقي فيه تحت التراب. اعملي حساب لربنا اللي شايفك ولو حتى مفيش حد شايفك. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم انتوا الاتنين. وبعد ردك ده يا بنتي والله ما هسيبك غير لما جوزك هو اللي يجي ياخدك. قلت له يعني ايه؟ ورحت متصلة فعلا على جوزي بكل بجاحة وعين قوية. قلت له ان انا في الحتة الفلانية وكان معايا واحد وفي راجل شافنا وعايزاك ضروري تيجي تاخدني. كريم جيب كل هدوء واللي انا هحكيه لكم ده فعلا حصل، علشان عارفة ان محدش هيصدقني ومحدش هيصدق الموقف ده، وانا اصلا بحكيه وانا مش مصدقة. لقيت جوزي جاي بكل هدوء والراجل بيقول لي الجماعة بتاعت حضرتك انا شفتها هنا بس قلت لازم اسلمها لك. يقول له لا اوعى تقول على مراتي كده، مراتي ما تعملش كده. يقول له يا استاذنا والله العظيم ربنا يسترها علينا بس انا شفتهم هما كده وسترتها وقلت لها تلبسي هدومك. يقول له لا لا انا مراتي ما تعملش الكلام ده. رحت انا بصله كده وقلت له انا كنت هنا عشان كنت بعمل كده، انا جايه مع الراجل ده علشان كده. يقول لي لا وانا مستحيل اصدق عليكي الكلام ده، بلاش كلام فاضي. انت يا راجل انت ما عندكش دم ولا ايه؟ قال لي يلا بس يلا ونبقى نتكلم في البيت. الراجل بقى واقف مش مصدق نفسه. جوزي الراجل اللي معايا محمود نفسه يمكن ما كانش مصدقني ان انا بتكلم بجد، بس اللحظة دي هو صدقني فعلا لما شاف جوزي وردة فعله. كريم مشي معايا
وانا ومحمود كمان كنا ماشيين مع بعض عادي، وطلعنا من هنا عادي جدا. ولما ساعتها محمود لقانا بالطريقة وبالأسلوب ده، وقف قصاده وقال له بقول لك يا أستاذ، لما أنت الست دي ما تفرقش معاك كده، ما تطلقها وخلي عيالك اللي أنت بتقول عليهم عيالي عيالي، وما سيبش بيتي وعيالي والكلام ده، طلقها وسيبها وأنا يا سيدي هتجوزها. راح قال له طلقها ليه؟ هو أنا دلوقتي كلمتك في حاجة؟ أنا ما بطلقش. بجد الذهول اللي كان على وش الراجل اللي كان معايا عرفني قد ايه ان انا شايله كتير، ومفيش حد بيعمل كده ابدا. بجد مش لاقيه تفسير لموقفه ده. هل هو تعبان مثلا؟ طب عنده مرض نفسي؟ طب عنده ايه بالظبط؟ مش قادره افهم. بجد حاولت بكل الطرق مع ان انا اوصل لحل، مش عارفه. يعني انا بنفسي طلبت الطلاق، ومحمود قال له طلقها، حتى لو محمود ده مش هيتجوزني بس حاول ان هو يقول له طلقها وسيبها، برضه مرضيش. قال انا مش هركز معاكي في اي حاجه، وده اللي ليكي عندي، لكن طلاق انا ما بطلقش. انا مش هربي اولادي من غير امهم، انت هتعيشي معايا علشان خاطر العيال ومش مهم اي حاجه. روحت معاه البيت وانا بجد مش قادره ومش مصدقه. فكرت ان انا ارفع قضيه طلاق او قضيه خلع، اي نيله اي حاجه. اهلي طبعا مستحيل يقبلوا بحاجه شبه كده. والحاجه التانية ان انا بجد معيش فلوس علشان اعمل ده. عرفت إن محكمة الأسرة بيطلعوا ساعات محاميين بالمجان لما تبقى الحالة صعبة، لكن رغم اللي أنا عملته ده شايفة إن أنا معنديش الجرأة إن أنا أعمل كده. مش عارفة لو رفعت قضية زي دي ممكن ساعتها جوزي يجيب لي راجل بتاع المقابر ده ويستشهد بيه، أو إن هو شافني في وضع غلط، وساعتها ما يتحكمليش بالطلاق إن أنا كده أصلا اللي أنا غلطانة، أو يرفع عليا هو قضية طلاق أو حاجة يعني. بجد حاسة ان انا مش عارفة اتصرف ولا عارفة اعمل حاجة، وبجد مش قادرة افهم مين اللي وصلني للنقطة دي، انا ولا هو السبب في كل حاجة حصلت. هو اللي دمرني، وهو اللي خلاني اوصل لنقطة مستحيل كنت اتخيل ان انا اعملها. انا مش دلوقتي مش بعفي نفسي من الغلط، ولا بقول ان انا ما عملتش حاجة او هو السبب، بس انا عارفة ان انا غلطت، بس بجد لولا اللي عمله فيا مستحيل كنت اوصل لهنا. ده تفكيري وانا مش عارفة اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. ودي كانت قصتي، ودي كانت حكايتي المذهلة. وبكده بنكون وصلنا لنهاية قصتنا النهاردة. ولو كملتوا معايا القصة متنسوش تشاركوني برأيكم في التعليقات، لانه اكيد بيهمني، واشتراك في القناة، وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. وياريت لو تعملوا شير لأصحابكم وحبايبكم علشان هما كمان يتعلموا من القصة،